في بداية يونيو 2025 بيزور القاهرة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وهنا بسأل نفسي سؤال: هو احنا هنأكل الراجل ده ايه؟ ولا نطلع له حاجة من التلاجة مثلا؟ احنا نديله طبق كشري حلو وجميل كده ونقول له ان دي أكلة مصرية أصيلة، وهي مش مصرية أصيلة. طبعا انت اتصدمت وبتقول لي دلوقتي انت بتخبط في الثوابت يا محمد حسن، بس انا اتصدمت زيك كده بالظبط لما عرفت ان الكشري مش مصري، وطلعت الحقك بسرعة واقول لك بدل ما حد يسألك كده ولا كده وتلبس في حيط. الحكاية هتبتدي دلوقتي. ايه اللي يخلي طبق عمره اكتر من 1000 سنة وعنده كل الاسرار ديت؟ واول سر انه كل المصريين بيجتمعوا على حب، ويعتبر سفير لمصر في كل بلاد العالم. الراجل ده لما بيتاكل في الاعداد بيعتبروه رسالة لكل اللي معترض على القعدة ديت. تخيل معايا كده، نرجع لالاف السنين لورا في قلب الهند القديم. كان في طبق بسيط اسمه ختشدي، ويا رب اكون بنطقها صح. طبق نباتي بسيط بيتعمل من الرز والعدس، ممكن يضيفوا عليه شوية بهارات وخضروات بسيطة كده. ده كان اكل الفقراء هناك، وفي بعض الاقاويل بتقول انه ده كان اكل الرهبان البوذيين. من الاخر كده طبق بيدي طاقة ومكوناته بسيطة وبتسد الجوع. بس الأكلة دي ما كانتش مجرد أكل، كانت جزء من الثقافة، جزء من حياة الناس البسيطة. الختشدي ده كان أساسي في نظامهم الغذائي، بيدي طاقة ومغذي وكمان سهل التحضير. طب إيه اللي خلى طبق من قلب الهند يوصل لمصر ويبقى هو مالك الأطباق الشعبية؟ شوف يا أخي السعي بيوصل لفين. مع مرور الزمن ومع حركة القوافل والتجارة اللي كانت بتعدي من طريق الحرير الأسطوري، بدأ طبق الختشدي ينتشر ويتنقل من مكان لمكان. التجار والرحالة كانوا بياخدوهم معاهم عشان أكلة سهلة إنها تتعمل في الطريق، لأن أصلا مكوناته كانت سهلة في الحمل وكمان في التخزين. وده طبق ما كانش مجرد أكلة، ده كان دليل وبيأكد إن في تبادل ثقافي بيحصل ما بين الشعوب. كل قافلة كانت بتعدي وكل تاجر كان بيقف في محطة كان بياخد حتة من ثقافة المكان اللي كان بيزوره وبيسيب حتة من ثقافته في المكان ده، والطبق ده كان جزء من الحتة اللي بيسيبها. وعلى مدار طريق الحرير كان في كل مكان بيعدي فيه التاجر بيسيب الطبق لغاية ما وصل مصر. كان التجار والرحالة الهنود بيعدوا على اسكندريه ومعاهم اكلهم وعاداتهم، ومن هنا بدا الكشري يدخل مصر. في الاول كان بيتاكل في المواني بين البحاره والعمال اللي كانوا محتاجين اكله سريعه تديهم طاقه. وفي بعض الاقاويل بتقول ان الجنود الانجليز هم اللي جابوا الطبق ده لمصر لما كانت مصر تحت الاحتلال البريطاني، لان الجنود الانجليز كانوا بياكلوه هناك في الهند لانهم كانوا محتلين الهند لمده سنين. طيب ايها المشاهد الجميل، ازاي الطبق اللي فيه مكرونه وصلصه بقى رمز للثوره والصمود؟ الكشري ما بقاش اكل بس للمواني، لا ده دخل لكل حته في مصر. الطبق لقى ارض خصبه ليه هنا، لان احنا كشعب بناكل الرز في اي حاجه، حطيناه في المحشي، حطيناه في الممبار، حطيناه حتى في الحمام، هتيجي على طبق الكشري. ومع مرور الوقت المصريين بداوا يضيفوا عليه لمساتهم الخاصه، اللي بالمناسبه لغايه دلوقتي ما خلصتش. اول عربيه كشري كانت موجوده في مصر في شارع محمد علي سنه 1940، والناس كانت عليها بالطوابير. حاجه جديده بقى ايها المشاهد الجميل. طب احنا بقى يا جماعه دلوقتي خدنا الختشدي ده وكان عباره عن رز وعدس. طب يا جماعه الصراع جه منين بتاع ان الكشري مصري ولا هندي؟ هل احنا بقى سرقنا الفكره يا محمد حسن؟ لا يا ريس، احنا يا ريس خدنا الفكره وطورناها. ما هو اصل يا ريس لو هتحط اي حاجه على اي حاجه فبلبن مش مخلي على جهد، لكن احنا يا باشا خدنا البصل كده وحمرناه ما حطيناهوش كده، خدنا الطماطم وعصرناها ما حطيناهاش كده برضه يا ريس. ده احنا التوم عملنا صوص سميناه دقه. على فكره اوعى تقول صوص مع الكشري، ما يصحش. في فتره من الفترات وخصوصا في اوقات الازمات الاقتصاديه والحروب يا ريس الكشري هو اللي كان شايلنا. اصل مصر في نص القرن 19 كانت مع ظهر الكشري اللي الناس كانت بتتجمع وهي بتاكله، خصوصا ان مكوناته بسيطه زي ما قلنا، عدس ورز وشويه بصل مقلي. الكشري يا ريس كان مهم في الشارع المصري زي قعده القهوه بالظبط. بس تقول لي ازاي؟ ده في ناس بتقول ان طبق الكشري ده كان نوع من انواع المقاومه ضد الانجليز. الناس وهي بتتجمع وبتاكل من الطبق ده كانوا بيتكلموا مع بعض وبيفضفضوا، وهنا الانجليز لاحظوا فقرروا ان هم هيمنعوا الكشري. فجاه زودوا اسعار الرز والعدس والمصريين ما بقوش يقدروا يعملوا الكشري اللي كان بيجمع المصريين بمكوناته. المصري بقى ايها المشاهد الجميل عنده مبدا اسمه ايه؟ شغل نفسك. غليت الرز عادي حط مكرونه، غليت الزيت خليهولك حط سمنه، غليت العدس حط حمص، مش هعطل انا يا بيه. وهنا جت باقي مكونات الكشري المصري. ايها المشاهد الجميل، في بعض الاساطير في قرى الصعيد بتقول ان الكشري كان بيطرد الجن، كان بيحطوا عليه كمون وشويه كزبره ويقروا عليه شويه ايات وبعد كده ياكلوه عشان يحميهم من العين. وفي بعض قرى الدلتا كانت العروسه ما بتتقبلش في الجوازه الا لما تعمل طبق كشري وتقدمه للعريس، لو داقه لقى كويس بيقبلها كزوجة كويسة وصالحة.
الحقيقه ان الكشري كسر الطبقيه. مصر ايها المشاهد الجميل مش بلد الالف مأذنه بس، دي بلد الالف محل كشري. اكم من امبراطوريات الكشري اللي موجوده في مصر، اعد لك ايه ولا ايه؟ كشري ابو طالب، سيد حنفي، تومند بصل، هند، الزعيم، التحرير، مش عايز انسى حد انا دلوقتي. كل دولت لو احنا بس اتكلمنا هم بداوا ازاي ووصلوا لايه هنحتاج فوق الحلقه دي 10 حلقات. الكشري مش مجرد طبق اكل، الكشري ده حكايه شعوب وحضارات وصمود وتكيف. الكشري ده بيثبت لك انه ابسط الحاجات في حياتنا ممكن يكون ليها تاريخ طويل. زياره رؤساء الدول والحكومات ما ينفعش تعدي كده من غير طبق كشري، بتكون رساله فعلا ان العلاقات كويسه او هتبقى كويسه، زي ما حصل مع زياره وزير الخارجيه الايراني لمصر. بس كده احنا كده خلصنا طبق الكشري بتاعنا. قولوا لي في الكومنتات بتحب تاكلوا الكشري ازاي، ومين احسن محل كشري في مصر. تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه عشان يوصل لكم كل ما هو جديد. وسلام ايها المحقق الجميل.